المربية الكويتي الأصلي على طريقتي. شوفوا الطريقة، أعطوني رأيكم فيها. أول خطوة راح أحط البصل ناشف بدون زيت وأكرمله. أحرك لما يطلع البصل مايه. بعد ما نشف عندي البصل راح أضيف شوية ماي وأحرك وأكرر العملية لما يتكرمل البصل عندي. الحين أحط الثوم، كمية راهية من الشمند الفريش، كزبرة فريش، لوم مسحاري خشن أنا مكسرة. الحين أخلط الحمسة، راح أضيف ملعقة من السمن البلدي، ربيان فريش منظفة ومنقع بماي، بهاراتي كزبرة، فلفل أسود، كركم، هيل ناعم، ملح، وبهارات مشكلة للربيان. أخلط الحين كل شيء مع بعض لما تستوي عندي الحمسة. وملاحظة مهمة، الربيان يستوي بسرعة. راح أشيل تقريبا نص الكمية من الربيان اللي طبخته بالحمسة. النص الثاني راح أحط عليه طماطة كاملة، كمية قليلة جدا من معجون الطماط، وهذا الشيء اختياري. أضيف حبتين لوم صحاري وفلفل علو، عيش منظفة ومنقعة بماي وخل، راح أحطه على الحمسة وأخلطه مع الحمسة. أخلط العيش مع الحمسة بطريقة ما تكسر العيش، شوي شوي. أضيف ماي سانتي فوق العيش، أملحه على نار عالية لمدة 7 دقائق. أغطي الجدر على نار هادية، تقريبا يبي له نص ساعة. وبآخر 10 دقائق راح أضيف الحشوة اللي سويتها بالبداية. وجهز عندي المربيا، واضيف اللمسة الأخيرة اللي هي الدهن العداني.